بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا هعمل معاكم احلى فلافل اللي هي الطعميه، بيقولوا عليها طعميه او فلافل. هنا جبت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اذكروا الله الاول يا جماعه. هنا جبت زي ربع كده من الفول، الفول اللي هو المدشوش. تمام، ونقعته زي ساعه، ساعه ونص كده. ماشي، وبعدين صفيته خلاص. وجبت ربطتين 2 كرات او ربطه واحده على حسب رغبتك، بس انا عشان كنت جايبه ربع كيلو كده، ايه كان حبه حلوين، فانا جبت ربطتين 2 كرات. وجبت ربطه كزبره. تمام، خرطهم بقى كلهم مع بعض، غسلتهم يعني ونشفتهم كده كويس. ماشي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وخرطت كله بقى مع بعضه. حطيت ربطتين اللي هما الكرات وربطه الكزبره. ممكن تقللي شويه، هي كانت خضرة قوي بس كانت حلوه بصراحه. وبصلايه واحده بس، ما تكتريش بصل عشان احنا معانا كرات طبعا. اخرطها برضو. هنا معايا زي 5 6 فصوص بالثوم كده مدقوقين، او حطيتهم عادي براحتك يعني، حطيهم سلام زي ما هما كده كده، كلها هيتضرب في بعضه. واقلب كله كده ببعضيه. ماشي، واحط كوبايه من الميه، كوبايه واحده بس، ما تزوديش. لو حبيتي تزودي عادي خالص على فكره. حطي كمان نص كوبايه، كوبايتين، مفيش مشكله. علشان بس الخلاط يضرب معاكي الخليط كله. تمام، وبعد كده هصفيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اجيب مصفى كده تكون ضيقه شويه، هتنزل بس يا دوبك الميه. ماشي، انزل باقي، افضل اصفي فيه كده لحد ما انزل ميتها كلها. ماشي اهو، زي ما بعمل كده بالظبط. خلاص اهو. اجيب حاجه تانية بقى احط فيها اللي انا صفيته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، زي كده بالظبط. دي بصي هتلاقيها هي الكوبايه اللي انا اهي، نفس العباره. خلاص، هاخدها كده كده، هاخدها تاني اهي. ادي الكوبايه اللي انا اخدتها. تمام، هحط بقى بقيه الكميه كلها تاني. هما قد بعض بالظبط تقريبا اهمت. اضربهم برضو في الخلاط تاني، نعميها على قد ما تقدر. خلاص. ومش عايزه تضربي فيه كتير، حطي الفول. خليه شويه حلوين زي ساعتين 3 كده. خلاص، وافضل برضو اصفي فيه كده. انزل الكميه كلها برضو، الميه اللي انا حطيتها كلها برضو. ممكن تحطي كوبايتين، مفيش مشكله، لان كده كده الميه هتنزل. خلاص، هفضل اصفي فيه كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تذكروا الله يا جماعه. انا هنا كنت عند امي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. واحنا كنا كتير بقى، فعايزين نجيبوا فلافل نفطروا بقى الصبح بيها كده. تمام، اهي بس كوبايه، هي نفس الكوبايه. خلاص، اهي ملهاش لازمه بقى كده، خلاص كبيناها وخلاص كده ملهاش لازمه. ماشي. طيب هتجيبوا بكام يا جماعه فلافل؟ قالك ودي معلقه بيكنج باودر. خلاص، بيكنج باودر معلقه واحده بس، متكترش. حطيت بقى الملح. شويه كزبره. اهي معلقتين كده كزبره، هي حلوه ليها. تمام. دي شطه حمرا، معلقه شطه حمرا كده، متخليهاش حراقه قوي عشان في عيال صغيره. خلاص، شويه فلفل اسمر صغيرين حسب الرغبه برضو، مش عايز تحطي بتحطيش. شويه كمون برضو صغيرين خالص. خلاص، هقلبهم بقى في بعض. احط بقى المضرب ستيل كده مهم جدا يا جماعه، تفضلي تضربي فيها كده كده، انت هتقلبيها. تفضلي تضربي فيها كويس جدا. لو عندك مضرب كهربائي ممكن تضربي بيها، بس هي الطريقه دي حلوه برضو، مش وحشه. خلاص، تفضلي تضربي فيها كده جامد. هتجيبوا بكام يا جماعه فلافل؟ قالك هنجيب ب20 جنيه. طب 20 جنيه، طب هاتي بقى ال20 جنيه، مكنش دعوه انتوا بقى، انا هعملكوا فلافل. كملناش ساعة الزمن وكنا واكلين احلى فلافل وشلنا منها كمان. تمام، وكله شبع من الفلافل اللي هي دي. تمام اهي. هجيبها بقى كلها، انا ضربتها كده كويس جدا، هجيبها كلها كده قبل ما اجهز اللي حواليا بقى. احطها في التلاجة شويه صغيرين. خلاص، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حط بقى زيتها كده، احنا مجهزين الفطار وكل حاجه جاهزه. حطيتها شويه في التلاجة لحد ما اجهز الفطار. جهزنا فطارنا وظبطنا دنيتنا. تعالي بقى نعمل الفلافل اهو، زي بتاع الفلافل بالظبط. نجيب الفلافل، نحط كوبايه ميه وحبه ميه ونعص ايدينا ونعمل. بس دورت على سمسم بقى، ما لقيتش سمسم. خلاص اهي. هتشوفوا دلوقتي هتعجبكم جدا. ممكن تعمليها بالمعلقه يعني، ممكن تاخدي تخلي الطبق كده زي ما هي. وتاخدي كده بالمعلقه كده حته، يعني مش لازم يعني تعدليها بايديك. حته كده تحطيها على طول في الزيت، بتبقى جميله برضو. خلاص، ودي ما كانتش ناشفه، وكانت بصراحه جميله جدا وهشه من جوه. ماشي، كل اللي اكلها بصراحه عجبته جدا اهو، وكله شبع يعني.
اكل منها وشبع، كنا هنجيب كل واحد فلافلية قد دي بالظبط ب2 جنيه من بره، يعني مكانش هيكفيكي زي 40 جنيه حتى فلافل. خلاص اهي. اللهم صل على النبي. واحدة واحدة كده معاها. ماشي، نقلب بقى، هنقلب دلوقتي اهو. جربوها هتعجبكم جدا. لو انت حباها مش خضرة قوي كده قللي الخضرة. خلاص. انما هي كده خضرة وطبيعية، ما فيهاش لا عيش ولا فيها اي حاجة ايه اضافية، يعني زي الراجل اللي بيعملها. في ناس بتحط عليها عيش. ماشي. هعمل طاسة كمان. لا، انا هنا عملت 3 طاسات بصراحة، يعني بعد ما خلصت الطاسة دي عملت كمان واحدة عشان تقضينا بقى كلنا اهو. واحدة واحدة كده، ما تكتريش مية في ايديك عشان ما تطرطش. تمام. انا جبت تاني اهو. والحاجة ما بتعملها في البيت بتبقى نظيفة احسن كمان تشتريها من بره. انا الحمد لله عندي الفلافل والفول دول ما بيتقطعوش من بيتي، انا على طول بعملها يعني، بالذات الفول، يعني جوزي بيحب الفول، فبالذات الفول يعني بحب اعمله في البيت. تمام اهو. بعد ما خلصت لقيتهم حبة صغيرة، رجعت تاني. خلاص. بصي بسم الله ما شاء الله عليها، بصي المنظر جميلة جدا. هي خضرة قوي، لو حابة تقللي الخضرة شوية مفيش مشكلة، تبقى تحسي ان هي بيضة شوية. جميلة قوي بصراحة. كنت بنول حد ورايا. تمام اهو. قلبها كده كده، هتلاقيها مستوية من جوه لان هي اوريدي الفول كان مبلول وايه وطري، يعني كل حاجة هتلاقيها مستوية وجميلة معاكي. تمام كده جهزنا الفطار بألف هنا وشفا. بص المنظر تحفة، جميلة جدا. ده كان فطارنا بألف هنا وشفا. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا وشفا يا جماعة، بألف هنا وشفا.